السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نعمة الصديق ومطبخ وحركات. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة الستريبس. طبعا كلنا بنحبها وولادنا بتحبها. وعشان نشتريها من بره بتبقى كده مش مضمونة ومجمدة، ملهاش طعم اصلا. احنا النهاردة هنعملها زي تتبيلة الشركات واحلى من الكنتاكي كمان. الكفر كده هتلاقيه مقرمش من بره والفراخ من جوه طريه وطعمها تحفه. اول حاجه قبل ما نبدا بقى نسمي الله ونصلي على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. هيكون معايا 2 من صدور الفراخ، دول حوالي كيلو وشويه كده. طبعا انتوا تقدروا تجيبوا كميه اقل، يعني ممكن يعني صدر واحد عادي. وعلى فكره نص الصدر ده بيرمي كميه كبيره جدا. هبدأ بقى اقطعه. طبعا انا عايزه اقول لكم ان انا قبل ما اقطعه كده كنت نقعته في خل وليمون وملح ومعلقتين دقيق، وكنت سايباه شويه عشان ما يبقاش فيه اي ريحه زفاره خالص. وبعد كده بدأت بقى ايه اقطعه. طبعا انا عايزه برضه اقول لكم ان التقطيع على الناحيه الخشنه بيبقى اسهل بكتير، عشان تبقوا تاخدوا بالكم يعني. والنص الصدر ده بيرمي كميه حلوه قوي، يعني يكفي وجبه. طبعا انا مش هستخدمه كله، انا هاخد اللي انا محتاجاه منه والباقي هفرزه في الفريزر وهوريكم طريقة تفريزه ازاي. بعد ما هقطع الفراخ كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هبدأ احط له التتبيلة وهوريكم برضه التتبيلة عاملة ازاي. انا كده بقطعه بالطول، بحاول اقطعه يبقى متوسط في التقطيع وميبقاش تخين قوي ولا رفيع قوي. وطبعا اول حاجة بشيلها من الفرخة هي الموزة اللي ورا دي، وبعد كده ابدأ اقطع الباقي. الوصفة دي يا جماعة روعة، هتعجبكم جدا. وكمان لو عملتوا منها كمية كده وكنتوا رايحين مصيف او حاجة هتلاقوها منجزة قوي. هقول لكم برضو في الاخر كده احنا ازاي نفرزها اه وناخدها معانا. هتبقى بتسهل علينا كتير جدا. تتعمل طبعا جنب رز مبهر، او تتعمل رز ريزو، او تتعمل سندوتشات كريب. تنفع في حالات كتير جدا، بتطلع تحفة قوي. او حتى نعملها على وش البيتزا، يعني بصوا ليها طرق كتير جدا. ف الستريبس مفيش غنى عنه صراحة، وخصوصا في التفريزات. هقطع بقى كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما اخلص. وطبعا زي ما قلت لكم برضو انا بحاول اخليها متوسطه، مش تخينه ومش رفيعه، عشان يبقى الكفر ما يبقاش تخين كده فوقيها وهي رفيعه من جوه، لا. وكمان علشان تبقى مستويه برضو من جوه، هتطلع معانا تحفه تحفه. وفي سر بقى هيخليها احلى من الكنتاكي، هقول لكم عليه دلوقتي. كده انا قطعتها كلها اهو زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى ايه؟ اعمل لها التتبيله. طبعا سر التتبيله زي ما انا بوريكم كده هو خلطه البروستد. خلطه البروستد دي بتيجي من عند العطار. هي اللي بتخلي ريحه الفراخ ما حصلتش وتحفه كده وكل البيت كنتاكي، وطعمها حلو قوي. حط مع 3 معالق منها وكوبايه من الدقيق ومعلقتين نشا كبار وكوبايه ميه وبيضايه وكمان معلقه من الخل. المكونات كلها بقلبها في بعض. طيب في ناس هتقول لي طيب انا ما عنديش مثلا خلطة بروستد او مش عارفة الاقيها فين، استبدلها بايه؟ انا هقول لك بقى دلوقتي تعملي بدلها ايه. هحط بقى الفراخ زي ما انتوا شايفينها كده. اقلبها كويس جدا جدا في الخلطة، وهسيبها اقل حاجة في الخلطة تتساب ساعتين، يعني اقل حاجة تتركن ساعتين. انا سبتها من بالليل للصبح، وبدأت اشتغل فيها. انتوا مش اقل من ساعتين على بال ما تشتغلوا فيها عشان تاخد الطعم ايه بتاع البروستد كده وتبقى تحفه. آه جبت بقى علبه وحطيت فيها كوبايتين ونص من الدقيق. خلطه البروستد سهله جدا. البروستد عباره عن ملح وبابريكا وشطه وتوم باودر وبصل باودر، وبس كده. وزنجبيل. سوري، طبعا هكتبه لكم كمان في صندوق الوصف تحت.
بحط بقى كوبايتين ونص من الدقيق، عليهم معلقتين كمان من خلطة البروستد ورشة ملح خفيفة، وكمان معلقتين من النشا، ومعلقة صغيرة او نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. خدوا بالكم ان خلطة البروستد دي بتبقى عليها ملح برضو، وهكتبها لكم برضو زي ما قلت لكم في صندوق الوصف. كده انا بقى خلاص هبدأ اتبل بقى الفراخ بالكفر الخارجي. بصوا الكفر ده بيطلع تحفة تحفة ومقرمش جدا وزي الجاهز بالظبط على فكرة، يعني انا مش ببالغ. هتحطوا كام واحدة كده في الدقيق، وتبدأوا تغطوا العلبة، وتبدأوا ترجوها كده 10 مرات، يعني كتير يعني. وبعد كده تبدأوا تطلعوا الكفر الوحدات الفراخ، وهتجيبوا طبق من المية الساقعة وتحطوا واحدة واحدة كده جوه الطبق، وترجعوه في الدقيق تاني. وعلى فكرة الدقيق ده بيخلص، يعني ممكن تعملي منه تاني وتحطيه تاني. تمام، ومفيش حاجة بتترمى. انا هقول لكم في الاخر احنا هنعمل ايه. دلوقتي بقوم واخده وحدات الفراخ واحطها في الميه وارجع احطها تاني. ده بيخلي الكفر بتاعي يبقى محرفش كده زي ما انتوا بتبقوا شايفينه في الجاهز، و بيخلي الكفر يبقى سميك اكتر وبيلزق على الفراخ. طبعا النشا اللي احنا حاطينه ده بيخلي الكفر ما يقشرش من على الفراخ خالص. بصوا عامله ازاي تحفه، روعه. لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو متنسوش تعملوا اللايك وتصلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بس كده ابدأ اعمل برضو كل الكمية بالشكل ده، احطهم على اي حاجة كده، وابدأ بقى اعمل الكمية بقية الحاجات اللي انا هحمرها برضو. اخلص الكفر كده الاول، وبعد كده ابدأ احمر اللي انا عايزاه. تحفة. اجيب بقى زيت غزير زي ما انتوا شايفين، وهحطه على نار متوسطة يبقى هو سخن، وانزل بقى بالفراخ. ما بتبقاش موطية قوي وما بتبقاش عالية، بتبقى متوسطة. وابدأ احط الفراخ بتاعتي واسيبها بقى لحد ما تاخد اللون الذهبي كده، وابدأ اقلبها. روعة يا جماعة والله. الريحة مش قادرة اقول لكم، والطعم اسألوا ولادي بقى، يعني هم يقولوا لكم. لان هم قالوا لي ده احلى من الكنتاكي، يعني احلى من الستريبس اللي احنا بنجيبه. واوفر على فكرة، بيرمي كمية كبيرة جدا، يعني كيس ما بيبقاش كيلو، ما بيكملش كيلو، حوالي 900 جرام، وغالي جدا. ده اوفر بكتير. طبعا هو بيتوزن بالكفر، يعني انت لو جبتي صدر او نص صدر وعملتي له الكفر ووزنتيه، هيطلع زي الجاهز بالظبط. ايه يعني، إيه، هيوفر جامد. ده شكله بعد ما خلصته، واللي اتبقى اهو. طبعا انا هفرز الباقي ده. هفرزه ازاي؟ هحطه جوه كيس، انا مش هحطه في علبة. ما ينفعش تحطيه في علبة. طبعا برضو اوريكم ان الدقيق ده مش برميه، انا بعينه وبستخدمه تاني. بنخله بس وبستخدمه تاني. بصوا شكل الفراخ تحفة، والكفر روعة، مقرمش جدا وتحفة. المهم ان انا باخد الفراخ بحطها في كيس واحطها في الفريزر، طبعا عشان لما اجي اطلعها اعرف استخدمها، لانها تبقى مجمدة فتبقى سهل عليا ان انا اطلع منها. شكله تحفة. لو عجبتكم الوصفة بتاعتي ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من القناة. متنسوش تدعوا المازن ابني بالرحمة والمغفرة، ان ربنا يرحمه ويغفر له ويدخله الجنة من اوسع ابوابها. واشوفوا في وصفات تانية كتير، والسلام عليكم.